من أكتوبر. سمعنا قبل كده في الحوار السابق من دكتور نبيل جعفر عدد يعني لا بأس به من البطولات اللي قامت بها القوات البحرية المصرية في حرب الاستنزاف وأيضا حرب 73، ونكمل أيضا في هذا الحوار، ولكن هذه المرة مع القبطان عمر عز الدين أحد أبطال البحرية المصرية. مساء الخير يا سيادة القبطان وكل سنة وحضراتكم طيبين. وطبعا نستضيف الفنان هاني كمال أحد أبطال فيلم الطريق إلى إيلات، طبعا الفيلم الشهير اللي وثق أكثر من عملية بطولية للقوات البحرية المصرية. مساء الخير يا أستاذ هاني. مساء النور. أهلا بحضرتك. مساء الخير وأهلا بحضراتكم. نبتدي مع حضرتك ناخد بقى فكرة عن كواليس التدريب داخل البحرية قبل تدمير إيلات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب والصحة والسلامة. وكل سنة والبحرية طيبة إن شاء الله يا رب. وبهني قادة القوات البحرية والقادة السابقين والقادة الحاليين، وأنا معتبر يعني عيد البحرية ده عيد لمصر كلها. أكيد. لأن أفراد البحرية دول هم مواطنين مصريين من قلب هذا الشعب يعني. برضو بحب بس أقول حتة صغيرة. اتفضل. إن البحرية المصرية دي عمرها أكثر من 5000 سنة. يعني من أيام الفراعنة والبحرية المصرية دي كانت متقدمة جدا. والدليل على كده مراكب الشمس اللي اكتشفوها بجوار هرم خوفو. دي تبين ان احنا من 5000 سنة كنا بنعمل مراكب. التصميم بتاعها، الديزاين بتاعها ديزاين خطير جدا. اتعمل نفس الديزاين ده في مراكب يعني كانت شبه بتاعت الفايكنج في النرويج. وكان في عالم انا بس ناسي اسمه، عالم نرويجي، وعمل محاولة انه يعدي الاطلنطي بنفس تصميم المراكب ديت، وعملها حتى من البردة، وجي عملها هنا في مصر وخدها، وكان في عالم مصري معاه، وكان هيوصل لغاية امريكا. ابتدى من انجلترا، ويعني قبلها ب50 ميل كده حصل عاصفة كبيرة. فشوفوا بقى العبقرية بتاعت المصريين. وطبعا اللي صمم الهرم وصمم الحاجات دي كلها مش هيعجز ان هو يصمم مراكب. الآثار المصرية القديمة فيها فتوحات، ان احنا وصلنا لجزر البحر الابيض دي تقريبا كلها، في كريت وفي قبرص وفي رودس ولبنان طبعا والمناطق ديت، وفي برضو نقوش على معارك بحرية. فإذا البحرية المصرية دي بحرية قديمة وعريقة وكفاءتها كويسة طبعا. والحمد لله. فنان هاني كمال، ما نقدرش ابدا ان احنا نجيب سيره عيد القوات البحريه من غير ما نتذكر فيلم الطريق الى ايلات، لانه العمليه نفسها كانت عمليه مشرفه وبطوليه الى اقصى حد، واوجعت اسرائيل كثيرا. لما ابتديتوا تفكروا في الفيلم ده استندتوا لايه؟ رحتوا لفين عشان تستوثقوا من هذه المعارك بشكل علمي؟ هو طبعا يعني قبل ما ابدا الكلام اشارك ابطال عمر عز الدين تهنئه الجيش المصري بشكل عام والبحريه المصريه في يوم 21 اكتوبر، ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر وشعبها بخير وبصحه وبسعاده. ردا على سؤال حضرتك، السيناريست فايز غالي لما كتب الفيلم طبعا عاد اولا الى اماكن التوثيق او السجلات التي وثقت فيها هذه الاعمال، وكانت ايلات 3 عمليات. الفيلم يعني صور عمليه ايلات انها طالعه، لكن هي كانت 3 عمليات، واعتقد كانت في شهر واحد يا ابطال الثلاثه. الثلاثة الأولى كانت في نوفمبر 69. الثانية كانت فبراير سنة 70، والثالثة كانت في مايو سنة 70. يعني ال3 عمليات في خلال 6 شهور. في خلال 6 شهور. في خلال العملية الأولى اللي هي إغراق المدمرة نفسها. لا أمال الأولى كانت إيه؟ معلش فيه بيبقى خلط بين في خلط. فيلم الطريق إلى إيلات ما اتكلمش على إغراق المدمرة. في فيلم اسمه يوم الكرامة، أيوة، ده اتكلم على إغراق المدمرة إيلات اللي هي تمت في 21 أكتوبر اللي هو عيد البحرية النهارده. ده يعني بنحتفل بإغراق المدمرة إيلات.
انما فيلم الطريق الى ايلات بيتكلم على عمليات الضفادع البشريه. ايوه. انا كان ليا الشرف ان انا احدى جنود البحريه اللي اشتركوا فيها، واللي اتجسدت بشكل رائع في الفيلم الرائع اللي هو الطريق الى ايلات بتاع حضرتك. كنت احد الضفادع البشريه، اذا ليه علاقه بالفيلم يا طبعا. يعني اهو. طبعا احنا صاحبنا اصلا ايام تصوير الفيلم. الصداقه دي بقى لها 20 سنه، لان الفيلم ده اتعمل سنه 93. صحيح. يعني 20 سنه. احنا يعني في حرب اكتوبر بقى لها 40 سنه، والفيلم بقى له 20 سنه، والصداقه اللي بيننا دي بقى لها 20 سنه، ويبقى في صداقه مع كل ابطال الفيلم يعني لو تلاحظ حضرتك، يعني انا طبعا كان يسعدني ان انا اجاوب على السؤال كاملا، ان انا اشعر بسعاده اكبر لما اسمع الاجابه من ابطال عمر البطل الحقيقي. يعني احنا برضو بنمثل وبنعيد، وعشان كده انا كنت بساله على الاجواء المحيطه والتدريب يعني. طب انا بس لو تسمح هرد على السؤال الاول اللي هو الوثائق اللي انتوا جبتوها يعني. عاده بعد 20 سنه بيحصل افراج عن الوثائق، ما بتبقاش اسرار بقى. واذا لقوا برضه ان في حاجات ما زالت مطلوب السريه فيها بيحجبوها يعني. العمليات بتاعتنا كانت 69 و70، فسنه 90 يعني بعد 20 سنه افرجت هذه الوثائق واطلعوا على العمليات دي. والحقيقه كان من ضمنها الزميل سعيد الشيمي. طبعا. مصورنا الكبير. ايوه، المصور الكبير اللي عمل فيلم، هو يمكن اول واحد اطلع على الوثائق دي. والحقيقه جات لي الفكره انهم يعني عمليات رائعه، ازاي دي ما تظهرش في فيلم، في عمل فني، في عمل فني. فجت من كده، ولها تاريخ ان الاول كان المخرج نادر جلال كان هيعملها، وبعد كده المنتج انسحب. لا، نسمع بقى التاريخ الفني من الاستاذ هاني، هو اللي يقدر يدينا تفاصيله بالموضوع. يعني هو طبعا دخلت في حوارات من النوع اللي تفضل به الابطال وقال عنه، الى ان وصلت يعني الى المبدعه استاذتنا انعام محمد علي. ودي يعني بنعتبرها يعني قبطان الدراما العربيه، والفيلم بيقول ده، واعمالها كلها بتقول دوت. أيوه. انا كنت وقتها بعمل عمل مع الفنان محمد صبحي والفنان لين الرملي، وكان عمل متميز، وكانت شرفتنا مدام انعام عشان تشوف العرض المسرحي، وبتدور على وجوه جديده بجوار النجوم عشان يبقى في حاله من حالات المصداقيه. وكانت المفاجاه انها كانت في انتظاري عند باب خروج الممثلين، وبيقولوا مدام انعام محمد علي مستنياك بره. طبعا انا لسه عيل صغير، لا يعني لا يمكن اصدق ان مدام انعام محمد علي بقدرها هتستناني. خرجت بالفعل لقيتها موجوده مع الراحله سناء يونس، وسالتني عملت ايه؟ قلت لها عملت كذا وكذا وكذا، عندك حاجه؟ قلت لها ايه؟ كتبتها لي بكره التلفزيون اتفرج عليها. بالليل مكالمه تليفون مدام انعام، قالت لي الصبح اشوفك في مكتب رئيس قطاع الانتاج. دخلت لقيت النجوم الكبار، فناننا الكبير عزت العليلي، فناننا الكبير نبيل حلفاوي، واخواتنا الشباب بما فيهم يعني رحمه الله الفنان عبد الله محمود. وكان الطريق الى ايلات اللي تم تصويره في 22 شهر، بدأناه في رمضان مرورا برمضان الثاني، وعرض في رمضان الثالث في مهرجان القاهرة السينمائي. وكان هذا الفيلم علامة من علامات السينما المصرية اللي جسدت لحظات صدق حقيقية، وهي كانت بالفعل أثناء التصوير لحظات صدق حقيقية. حتى لو رجعنا للفيلم ومشاهده، يعني الطرق الوعرة واللغم اللي كنا بنشيله، كانت حاجات كلها تؤكد ان احنا يعني بصدد عمليه بالفعل، لدرجه ان الابطال الحقيقيين قالوا احنا طلعنا الطلعه مره واحده، لكن انتوا بتعيدوا الحاجه وتزيدوها. وطبعا مدام انعام بقى يعني عشان التجويد وهي معروف عنها كده. طيب احنا معانا على الهاتف القبطان نبيل عبد الوهاب. مساء الخير يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين جميعا. اهلا بحضرتك. تحياتي. اتفضل. تحياتي للفنان الجميل هاني كمال صديقي العزيز، والابطال عمر عز الدين رفيق السلاح والصديق الاوفى ليا
الحقيقه انا مبسوط جدا وانا بسمع هذا الكلام في اليوم اللي كلنا بنعتز بيه، عيد البحريه، و اللي بتشرف باني كنت انتمي اليها وما زلت جوايا هذا الشعور الجميل ان انا في يوم من الايام كنت ضابط في البحريه واتيحت لي الفرصه الجميله ان انا اشارك في العمليات اللي حصلت، وعمليه عمليات ايلات اشتركت فيها انا والقبطان عمر في العمليه الاولى والعمليه الثالثه. و بقول لكل قواتنا البحريه كل سنه وانتم طيبين، ويا رب النصر دائما يبقى لمصر. انا فعلا سعيد بان انا اشتركت في هذه العمليه، وان كنت بقول ان القوات البحريه عملت حاجات كتيره جميله. صحيح. يعني مش عايز اقول انها يمكن احلى من عمليات الطريق الى ايلات، لكن كانت في خلال حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر قامت عمليات كثيره كانت تحت قياده المرحوم اللواء محمود فهمي قائد القوات البحريه في هذا الوقت. العمل اشترك بكافه افرع القوات البحريه في الحرب. يعني الضفادع اشتغلت في عمليات ايلات، وعمليه ثانيه جميله ثانيه اسمها تدمير حفار كيمتنج في ابيجان. أيوة. الضفادع المدمرات ضربت رومانا وبلوجا، القناصات غرقت الغواصه دكار امام سواحل اسكندريه، لانشات الصواريخ غرقت المدمره ايلات امام سواحل بورسعيد. اعمال كثيره بشده قامت بها القوات البحريه. انا سعيد بقواتنا البحريه، وسعيد ان انا كنت بنتمي اليها، وان انا كان لي الشرف ان انا اشترك فيها مع زميلي العزيز القبطان عمر عز الدين. هو القبطان عمر عز الدين يمكن مش سامع حضرتك كويس، هو بيشيد بيك وبيقول ان عمليات كثيره انتوا قمتوا بيها مع بعض يا سياده القبطان. اقول لك حاجه مميزه بقى عن نبيل بس بعد ما يخلص. طيب طبعا قبطان نبيل انت احد الابطال للقوات البحريه ما فيش شك، ويعني القصه الشهيره انك شلت مجند 8 كيلو لحد ما وصلت بيه يمكن القاهره او حاجه زي كده. 14 كيلو. 14 كيلو من العقبه من ايلات الى العقبه. من ايلات الى العقبه. تحكي لنا عن هذا الموضوع لو سمحت يا سياده القبطان. والله هو كان احنا بننزل كل اثنين مع بعض، بيسموهم بادي اللي بنتدرب سوا عشان نبقى فاهمين بعض تحت الميه. وكان رفيقي في العمليه الاولى استشهد تحت المركب بالظبط واحنا بنركب الالغام، واستشهد بطريقه بطوليه. هو طبعا في الفيلم لاغراض الحبكه الدراميه بينوا ان هو استشهد بالطلقات الرصاص، لكن دي كانت الدراما. الواقع ان هو استشهد بحادثه تسمم اكسجين. أيوة. وكان من الممكن ان ينجو من هذه الحادثه لو طلع على وش الماء، لكن هو كان اصر على انه هو يكمل العمليه حتى النهايه ويركب اللغم بتاعه وهو عارف ان هو بيموت. وفعلا ركب اللغم بتاعه ومات الله يرحمه تحت المركب بالظبط. كان عمل بطولي كبير قوي منه. بالمقابل لما طلعنا على وش الميه بعد ما مات، انا يعني فكرت في اقل من الثانيه ان انا لازم اخده معايا، حتى لو كان الثمن ان انا ما الحقش الزودياك اللي هو هيرجعنا لنقطه الانطلاق. وده اللي حصل فعلا. وكان نفسي ان هو يدفن في مصر يعني ويرجع معايا زي ما راح معايا. ده كان يعني اقل تقدير لهذا البطل الجميل المرحوم فوزي البرقوقي. وبطل اخر هو حضرتك اللي تحملت كل هذا، لانه اكيد في صعوبه ان حضرتك تقدر ان انت توصله فعلا للزودياك زي ما حضرتك بتقول، وهو يعني جسمه تقيل بقى لان هو خلاص استشهد. هو فعلا في صعوبه، بس زي ما القبطان عمر قال احنا كنا بنتدرب
إخلاص وعنف وشدة علشان مثل هذه المواقف. يعني كنا بنتنافس حتى في التدريب، كنا بنبقى صحاب قوي واصدقاء ويعني صداقه شديده، لكن في الميه كنا بنتنافس تنافس اكثر من كده كثيرا، علشان المقابل ان اللي هيطلع الاشطر هو اللي هيطلع العمليه، فكلنا كنا بنحارب عشان نطلع العمليات. يعني اللي هيطلع العمليه ده كان بيبقى زي ما يكون نال الجائزه الكبرى. فكنا بنتدرب كويس كتير، وعشان كده كان حتى في كلمه بيقولوها قليل من العرق يوفر كثيرا من الدم. ففعلا كنا بنتدرب كتير، وده يمكن بيساعدني ان انا اقدر اجر هذه المسافه. الف تحيه ليك يا سياده القبطان ولكل ابطال القوات البحريه المصريه، ونشكرك جزيلا على هذه المداخله. الحقيقه انه يعني عمليات كثيره قمتوا بيها مع بعض يا سياده القبطان، وكنت عايز حضرتك تعلق على حاجه بس قلت لما يخلص القبطان كلمته. ايه هي؟ لا، ولا عاوز اعلق طبعا ان الشغل بتاعنا ده تيم ويرك يعني. طبعا يعني ما فيش حد بيعمل. الناس اللي بتدرب والقيادات بتاعتنا الحمد لله كانت قيادات كفاءة عالية جدا. اللي حضرتك كنت عاوز اعلق، كنت عاوز اقول الموضوع بتاع الزميل ده هو شرح فيمكن هو شرحه يعني بالتفصيل اكتر. هي دي اللي حضرتك كنت عاوز اذكرها. انما طبعا دي الموضوع ده كان في اول عملية اللي تم اغراق سفينتين، هم الحقيقة سفينتين تجاري بس بيشتغلوا في المجهود الحربي، اللي هي السفينة داليا والسفينة هيدروما. تاني عملية راح زملاء آخرين، القبطان عمرو البتنوني والقبطان رامي عبد العزيز، ومعاهم 2 صف ضباط على بوريشة. وتم إغراق سفينة باتيام وإصابة السفينة بتشيفا. تالت عملية كنت أنا برضو نبيل تاني، كنا أنا وهو، وبرضو كان مقصود برضو على بيت شيفا الثاني بعد ما تم إصلاحها، ولكن برضو عدت كده بأعجوبة وتم تدمير الرصيف الحربي. إنما هي الموضوع إن ال3 عمليات دول في خلال 6 أشهر فقط. العملية الأولى كان معانا برضو الله يرحمه القبطان جويش ومع عادة راوي، زائد الناس اللي بيتدربوا والناس اللي بيعدوا، زائد الطاقم اللي موجود هناك في الأردن. كان الملحق العسكري إبراهيم الدخاخني، ده كان برتبة نقيب ساعتها، قام بمجهود رائع. الناس بتوع الصعقة اللي هم كانوا مجموعات حماية بالنسبة لنا، علي عثمان يعني كل يا فندم العمليات اللي قمتوا بيها في الفترة دي كانت الحمد لله عمليات ناجحة وحققتوا الأهداف المرجوة من انطلاقها. الحقيقة عمليات ناجحة جدا، ويمكن الهدف الأساسي بتاعها، أو أنا شايف النتيجة المعنوية أكبر من النتيجة المادية. النتيجة المعنوية لأن إحنا في سنة 69 كان المعنويات منخفضة جدا، لأن الإسرائيليين لهم تفوق جوي وكانوا بيضربونا في العمق. مدرسة بحر البقر في الشرقية، مصنع أبو زعبل، وكان فيه ضحايا كتير. يعني هم بيشطروا على المدنيين عشان هم بيقدروا، عشان مش قادرين يواجهوا القوات المصرية، هم بيقدروا على العمليات اللي هي يعني ما فيهاش مواجهة المدنيين والى هذا القبيل. طيب الفنان هاني كمال، يعني ما فيش شك انه فيلم الطريق الى ايلات كان علامة فارقة في تاريخ السينما اللي بتوثق للبطولات العسكرية، ولكن هناك فقر شديد في الأعمال السينمائية التي يعني تتعرض لهذا الموضوع، مش بس في القوات البحرية ولكن فيما يخص الجيش المصري بشكل عام، سواء في حرب الاستنزاف أو في أكتوبر. ليه؟ ده سؤال طويل يطرح تحديدا أمام الدولة. يعني احنا يعني حضرتك شايف أوجه التقصير فين؟ أوجه التقصير أن الدولة بكل مؤسساتها بكل آلياتها يجب أن تظهر هذه الأعمال من خلال أجهزتها هي الخاصة، لأن ما فيش إنتاج خاص لا يتحمل منتج خاص إن هو يكلف أعمال
بهذه الضخامة إلا الدولة. يعني الدولة هي التي تملك بمواقع التصوير، بالآليات، بالاستعانة بالقوات المسلحة، وإحنا نقدر نعمل أعمال كتير. وإحنا عندنا الأعمال السورية والأعمال التركية في الفترة الأخيرة كان لها تفوق ملحوظ، لأن الدولة وراء الأعمال، خاصة الأعمال التاريخية التي تؤكد هوية هذه الدولة. ومصر دولة كبيرة. أنا بستغرب إزاي يبقى إحنا عندنا في سجلاتنا العسكرية يعني صور كثيرة من البطولات، ونلاقي يعني في السي في الأعمال الدرامية بتاعتنا إيلات وبعض الأعمال اللي على استحياء. حتى هذه اللحظة أكتوبر، هذه الحرب العبقرية الرائعة التي أعطت دروسا كثيرة في استراتيجيات الحروب، أنا أعتقد أن لم توثق أكتوبر دراميا بالشكل الذي يليق بنصر أكتوبر. نفس المسألة إحنا في كل أعمال البطولات البحرية، إحنا نعرف عن البحرية فيلم الطريق إلى إيلات والمسلسل الحفار. أنا المشكلة يا أستاذ شريف مش يعني هقول لحضرتك أنا عيني على إيه؟ أنا عيني على الجيل الجديد. الجيل الجديد والشباب الجديد. هناك من يسمعنا هذه اللحظة بالصدفة إن كان فاتح على قناة النيل للأخبار، لكن أنا بتمنى أن الدولة تعي دورها الأساسي في أنها تربي أجيال جديدة، أجيال تعرف ماضيها وبطولاتها وتعرف رموزها. يعني أنا النهاردة أشعر بفخر شديد لأنني أجلس إلى جوار بطل حقيقي، نموذج للبطولة حقيقي، صورة من صور البطولة. يعني ألسنا بحاجة هذه الأيام ونحن بصدد إعادة بناء الدولة ونحن نبحث عن وطننا الغالي مصر، ألسنا جميعا بحاجة إلى إعادة واسترداد واسترجاع هذه النماذج المشرفة التي ضحت بأرواحها من أجلنا. أستاذ هاني، الفكرة أنه لو هذه النماذج وهذه البطولات فعلا كان ليها جزء ونصيب كبير من المناهج الدراسية، كنت هتلاقي انه في اقبال من الشباب، لان هم هيبقوا خلاص عارفين الشخصيات دي، فهيبقوا عايزين ان هم يشوفوهم في عمل درامي. بالظبط. لكن اذا كان اغلب الناس مش عارفين غير حاجات قليله جدا جدا عن تفاصيل حرب اكتوبر وحرب الاستنزاف الى اخره، هتلاقي من الصعوبه فعلا تحقيق المعادله الصعبه دي. والله ده مربط الفرس. حضرتك يعني قلتي فعلا ده بيت القصيد. وانا سمعت حوار الدكتور نبيل جعفر، اسعدني كلامه لما بعت رسائل، منها رساله الى استاذنا الدكتور محمود ابو نصر وزير التربيه والتعليم. بالفعل هذا الجيل الجديد بدءا من مراحل الطفوله حتى الثانويه العامه، وفقا لكل مرحله سنيه لابد وان يصل اليهم تاريخهم الحقيقي، مشتملا على صور البطولة على مدار التاريخ، حتى يشتاق الطلاب وهذا الجيل الجديد إلى أن يرى هذه الأعمال أو يطالب بأن يراها في فيلم أو في مسلسل. وكلنا يعلم أن الصورة حينما تنطبع في الذهن تظل إلى فترات طويلة. صحيح. من منا لا يريد أن يشاهد إيلات يعني مرات ومرات، رغم أن احنا شفناه كتير، مش إيلات وبس عشان ما يبقاش المسألة مسألة تحيز. هناك الأعمال الجميلة المتميزة اللي احنا بنحاول ان احنا ولكنها للأسف كما تفضلت حضرتك أستاذ شادي ومش كلها على المستوى. أنا أشعر كما تشعر حضرتك، لا يليق بدولة في حجم مصر أن تكون حجم البطولات كده والمردود الدرامي كده. لا يعني احنا عايزين نقرب المسافات شوية، يبقى عندنا دراما تتسع لهذه الصور الرائعة من البطولات المصرية. طب عايز أسأل حضرتك من خلال متابعتك لفيلم إيلات، الإفراج عن الوثائق بشكل عام بيدي معلومات لكن ما بيديش الإحساس والأجواء، ما بيبقاش في ضمن الوثائق دي في الدنيا كانت ماشيه ازاي، اجواء التدريبات كانت عامله ازاي، الروح المعنويه بين الضباط كان شكلها ايه. حضرتك لما اتفرجت على الفيلم لقيت ان الصوره الذهنيه اللي كانت في مخيله حضرتك تاريخيا وصلت من خلال العمل الدرامي؟ والله العمل الدرامي يعني وصل لدرجه نجاح في رايي انا اكتر من 80%، وجاب صوره حقيقيه للاوضاع بتاعتنا. لأن الحقيقة السيدة إنعام محمد علي كانت دقيقة جدا، وكان في على طول تلاحم بيننا وبينها في أيام
تصوير الفيلم. ودوختنا يعني تتكلم مثلا الساعه 10 بالليل في الشتاء وهم بيصوروا في ابو قير. يا عمر انت فاضي دلوقتي؟ لا فاضي ازاي؟ انا داخل انام. لا 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 لا، لو سمحت تيجي دلوقتي حالا، انا عاوزاك ضروري. حاضر يا ستي. نروح على ابو قير. هم الجماعه اما بيغطسوا بدماغهم ولا برجلهم الاول؟ لا لا طبعا برجلهم، ما فيش حد غطاس بروفيشنال بيغطس بدماغه، ده الكلام ده في الافلام وبتاع. طيب يعني انا بوريكي مدى الدقه والتاكد من المعلومه قبل التصوير يعني. المعلومه. وبعدين معاه واحد برضه كان ملازم اول اسمه محمد شريف، ضفدع بشري، كان موجود ايامها برضه معاها على طول. مصطفى طاهر الله يرحمه كان برضه معاهم على طول. يعني هي دقيقه جدا وحبت تعمل حاجه، عشان كده انا بقول النجاح بتاعها كان فيه صدق. يعني اللي بيتفرج عليه حس بصدق في المشاعر دي. طيب كل حاجه بتسالها بالتفصيل، اعتمدت على شهادات ابطال الحدث نفسه. كلام معانا ومعاها على طول. وبقول كل دول بقوا صحابنا دلوقتي. ومحمد سعد على فكره كان في الفيلم ده. صحيح طبعا. لا ما احنا عارفين الفيلم حافظينه في كل تفصيله. عارف حكايه محمد سعد ولا ما تعرفش؟ الحقيقيه ولا اللي في الفيلم؟ لا ده في حاجه كان قالها الاستاذ عزت العلايلي. لا ما اعرف طبعا. كواليس محمد سعد هي كانت طرفه من اتفضل حضرتك اتفضل. محمد سعد لما جم يختاروا الابطال، فانا محمد قالت لا لازم يعرف يعوم، شرط اساسي. هينزل الميه هو ما بيعرفش يعوم. كتب بقى. انا لما وصلت اول سؤال تعرف تعوم؟ ايوه. ايه تتابعه؟ خلاص يعني هو ده كان ده احد الشروط، ده كارت العبور يعني. ده اهم الشروط. تعرف تعوم بعد كده الباقي الفيلم كله في الميه. محمد سعد بقى يكمل الابطال بقى لانه عمل فينا موقف يضحك. اتفضل يا ابطال. طبعا الراجل كان لسه مبتدئ وبتاع وعاوز يشتغل. فبتعرف اقول لا طبعا ده انا كنت بطل الجمهوريه في بتاع في السباحه. طبعا خلاص دخلته. فبقى اللي حكى لنا الحقيقه الاستاذ عزت العلايلي بيقول ايه ركبوا الزودياك. طبعا هو خايف يقع، لو وقع خلاص مش هيطلع تاني. ده فين بقى؟ في عرض البحر. جوه. طب تكملها بقى عشان انت عارف احنا في عرض البحر وعلى المركب. أيوة. اللانش الكبير وبنستعد. وكان محمد سعد البادي بتاعي يعني. كنت انا الظابط وهو الصف ظابط وبنطلب بعب وبننزل ناخد الاوردر وبننزل سوا. ما بيعرفش. فمحمد واقف جنبي بيقول لي يا هاني. بقول له ايه؟ قال لي انا عمري في حياتي ما عمت. يا نهار اسود. قال لي لو مت اعمل كذا وكذا 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 وكذا. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين قال لي ما اعرفش اعوم. طبعا اديني عقلك بقى. يعني واحد ما بيعرفش يعوم واحنا في عرض البحر جوه. جنبك تهمه. والمخرج عرفت. فبيساله الاستاذ عزت قال له يخرب بيتك انت يعني ازاي ده انت كان ممكن تموت فيه. قال لي اموت بس اعمل الفيلم اللي انا عملناه من عادي. ما تعرضش بقى الموقف ان هو يختار ان هو ينزل الميه يعني. لا ما هو حظه حلو الحاجه. الرابر سوت اللي بيتلبس لا الرابر سوت اللي بيتلبس هو اساسا بيعمل حاله من حالات الطفو يعني. وكمان الميه المالحه ميه خفيفه. وكمان انا معانا بعوم بقى. قلت له طب ما تقلقش انا معاك وبيننا حبل. قلت له يوم ما يحصل لك حاجه انا اللي هشيلك ما تقلقش. طيب هو للاسف وقت الحوار انتهى، ولكن هناخد هذه المداخله التليفونيه من الرائد بحري متقاعد حسين محمود عماره. مساء الخير يا سياده الرائد. سيادة الرائد. يا فندم مساء الخير. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضراتكم طيبين وكل القوات البحريه والجيش المصري بخير. طيب ومصر بخير. اهلا بحضرتك. ويعني قول لي عن ما تشعر به الان في عيد القوات البحريه المصريه وانت احد ابطالها. والله يعني بشعر ان احنا جبنا النصر لمصر وربنا يزيد مصر ان هي تبقى كويسه. يا رب. يعني نتمنى هذا وبنقول لحضرتك كل سنه وانت بخير. شكرا لك الرائد البحري المتقاعد حسين محمود عماره. فاضل دقيقتين. نسمع كلمه اخيره يعني من ضيوفنا الكرام في هذا العيد، عيد القوات البحريه المصريه. تفضل يا سياده القبطان. والحقيقه توجه رساله تقول ايه؟ انا تملي بوجه الكلام للشباب. لان الشباب دول هم دول مستقبل مصر. وبضم صوتي للكلام اللي اتقال سواء من الدكتور نبيل ان اهم حاجه
التربيه والتعليم والجامعات يهتموا بالشباب، لان نبعد عنهم الافكار الوهابيه والافكار اللي جايه ديت، ونوريهم البلد بخير، الجيش بخير، البحريه بخير، العسكر هم دول جزء من الشعب طبعا، واحنا ابناء الشعب، احنا اللي الدوله علمتنا وربتنا، واحنا بنرد الجميل، وكلنا واحد من جميع الفئات سواء مدني او عسكري او اي حاجه. ده اللي انا بوجهه للشباب. وكلمه جميله الفنان هاني كمال. والله سريعا، أنا بصدد عيد القوات البحرية إحنا أمام نماذج للبطولة الحقيقية. أعتقد أن كل واحد أدى فيهم دوره على الوجه الأكمل. آن الأوان أن احنا نستعيد هذه الصور مرة أخرى في لحظة الوطن يحتاج فيها إلى الجميع. أنا بتمنى على نفسي وعلى الآخرين أن كل واحد وفق ما وهبه الله من موهبة، مهندس كان أو طبيب أو مدرس أو حرفي، أن هو يتقن عمله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشريف: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. أنا شايف لو كل واحد فينا أتقن عمله وفق قدراته وعمل اللي عليه. احنا مش عايزين نعمل حاجه زياده، مش عايزين غير ان احنا نعمل اللي علينا. لو كل واحد فينا عمل اللي عليه، انا اعتقد ان احنا هنشعر سريعا بان الوطن الكبير مصر يعني يعود، وهو بالفعل يعود. فقط محتاجين نوحد النية ونوحد الهدف. نتمنى هذا ونشكركم شكرا جزيلا. القبطان عمر عز الدين أحد أبطال البحرية المصرية، شكرا لحضورك. كما نشكرك الفنان هاني كمال، أحد أبطال فيلم الطريق إلى إيلات، الفيلم الشهير جدا اللي وثق لأهم عمليات القوات البحرية المصرية. شكرا جزيلا لكم وشرفتونا النهارده من القاهرة. ومشاهدينا الكرام نشكر لكم أيضا حسن متابعتكم لهذه الحلقة. تصبحوا على خير.